السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة حلوة وسهلة وبسيطة، يا رب تنول إعجابكم. تنفع معاك فطار وتنفع معاك عشاء زي الفل. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك الجميل يا حبايبي. معايا 3 بطاطسيات مقطعاهم قطع زي ما انت شايفة كده، وبعد كده هحط عليهم كوبايتين من المية، وهنولع عليهم يتسلقوا. لا سليق جامد، يعني انا مش هحط لهم اي بهارات. بما ان الزيت بقى غالي واولادنا بيحبوا البطاطس على طول شيبسي، فاحنا هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهنوفر في الزيت، وهتبقى كمان نتيجة حلوة والاطفال هيحبوها. تنفع معاكي غدا وتنفع معاكي عشاء وتنفع معاكي فطار، ويبقى جميل جدا. ولو عاملة غدا عيش تبقى حلوة برضه. لازم ان انتي تحببي ولادك فيها. سلقة البطاطس اهم حاجة، اسلقوها حلو، اسلقوها يعني تتسلق جامد حلو كده. وبعد كده صفيت المية من عليها وجبتها ان انا ايه اهرسها كده. اهرساها هرسة حلوة، لو ما عندكيش هراسة بظهر معلقة بايدي الهون باي حاجة عندك اهرسيها. يعني ما تقولي ما تقفيش على حاجة. اسلقوا البطاطس سلقة حلوة وصفي من عليها المية، وبعد كده اهرسيها. خدت انا كده معلقة من السمنة صغيرة زي ما انتوا شايفين قدامكم، مش ملانة، مش هرمية ولا حاجة، يعني نص معلقة من الكبيرة دي. وبعد كده عشان تساعدني ان انا اهرسها يا حبايبي، ودقة توم كمان 3 4 فصوص توم، تديها ريحة جميلة تحفة. والله طعم البطاطس دي خطيرة. وعندي حبة شبت على كزبرة، ويا ريت يبقوا الورق ما يبقاش فيها عدان. الورق بتاع الشبت والكزبرة كده، وتقوم منعماه وتحطيها. يبقى ضفنا كده نص معلقة من السمنة، وضفنا كمان الشبت والكزبرة، وضفت التوم 3 فصوص توم حلوين دقيهم او 4 فصوص توم، وني في ني كده. والله البطاطس دي حلوة ومغذية وطعمها خطير خطير بجد. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك يا عسل انت وهي. عندي كده حبة جبنة، قلت اما اروح اجيبهم. على فكرة انا جبت كمان شوية اهو. بصي يا حبة، اي نوع جبن عندك حابة تضيفيها ضيفيها. موتزاريلا، خليط جبن، اي حاجة. ما انتش حابة تحطي جبن عادي برضو. انا كان عندي شوية جبنة كده ايه، يعني شيدر على موتزاريلا ملخبطين، فقلت مفيش مانع ان انا اجيبهم احطهم في الخليط، بتبقى ايه تدي مطة وطعم حلو، وفي نفس الوقت ايه تشجع الاولاد على الاكل وتبقى جميلة. طب انا ما عنديش جبن ما تنفعش من ولا تنفع وتبقى جميلة جدا برضو. هضيف بقى انا بهارات سهلة وبسيطة ومتاحة عندك في المطبخ. اعملي الطبق البطاطس ده، هيعمل معاكي كمية حلوة، وهيبقى جميل جدا. والله احلى كمان من البطاطس الشيبس اللي انت بتعمليه. وفروا بقى في ازازة الزيت اللي بقت ايه ب60 جنيه. ب60 جنيه يا رجال، حافظوا يا بنات. انا بجيبها بتحصر. فانا قلت انا لو قلت البطاطس مش هعرف اطبخ بكرة، فتعالوا نسلقها مع بعضنا كده. كنت طابخة شوربة عدس النهاردة، وانا عاملاها معاكم قريب، فقلت نعمل البطاطس بتاع العشاء بتاعتنا معاكم. رشيت رشة من الملح، يعني حاجة بسيطة عشان انا ضفت جبن، لو انت يعني خلي بالك من الحتة دي. وهحط حبة شطة وحبة كزبرة وكمون، وهضيف معلقة زيت واحدة. بصوا مفيش اكتر من كده. وهنمسك الخليط ده نخليه بقى ايه كريمي كده وعسل. حطيت انا زي ما قلت لكم شطة وكزبرة وكمون ومعلقة زيت واحدة، وهنزل بقى هرس كده. معلقة الزيت ما جاتش في الكاميرا ليه ولا؟ بعد كده ايه اعملها بقى هرسة، هي بقت معايا حاجة كده. الجبن ساحت جواها، وبقت دايبة دوبان ما اقولكوش. انا بشد منها الهراسة، تقولت معايا الجبن بتشدها مني بصراحة. تحفة جميلة قوي. طعمها بالعيش حلو جدا. شوف بتمط ازاي، شوفوا الجبنة بتمط، شوفوا ازاي لو انتم ملاحظين اهو. كده خلاص الهراسة بتاعتي شوفوا بتتعلق مني. تعالوا بقى ايه نغرف طبقين بقى البطاطس دول. والله العظيم لو عملتها وعملت سندوتشات لأولادك ما انتش محتاجة أي غموزات تانية جنبها. دلعي بقى انت السندوتش بتاع أولادك زي ما انت حابة، وهيبقى معاكي طريقة البطاطس دي والله تحفة. طب هتصدقوا صدقوا هتعملوا منها عشاء، وممكن تعملي سندوتشات لأولادكم رايحين المدرسة منها، والله جميلة جدا تحفة. ويبقى وفرت معاكي في الزيت، وفي نفس الوقت عملتها بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. شوفوا الجبنة عسل.
يلا فضوهم كده في طبقين بسرعة بسرعة ووريكم النتيجة كانت عاملة ازاي. اهو، شوفوا، واضح قدامكم، مش عايزة أي كلام. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو سهل وبسيط، وقلت أفيد بيه أحبابي وأولادي وكل حاجة، كل اللي بتابعوني حبايب قلبي، يا ربنا يبارك فيكم. قلت أوريكم المعلومة. احنا عارفين لازم نمشي مع الظروف بتاع الأيام دي، نعمل حاجات سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تبقى طعمها جميل جدا ومفيدة لأولادنا. طبق البطاطس زي العسل، وتعملي سندوتشات كتير لأولادك وحلو أوي. جربوه يا بنات والله مش هتندموا. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانيش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون سهل وبسيط ويعجبكم. شوفوا بقى شكل البطاطس بتاعتنا، حلوة وجميلة وطعمة. والأولاد في الآخر بقوا يشكلهم على آخر حتة في الطبق. واللي وصل معايا لحد كده يا حبايبي ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واترككم في رعاية الله. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله. واتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة سهل وبسيط ويعجبكم. نفذوه والله عمركم ما تندموا. لو مفيش جبنة تمشي من غير جبنة وتبقى زي الفل.